يشهد محيط ساحة الحرث بحي جليز بمراكش في هذه الأثناء من صباح يومه الأربعاء 6 دجنبر حالة استنفار أمني كبير. ويأتي هذا الاستنفار الأمني وفق مصادر صحفية استعدادا لمسيرة جديدة دعت عليها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب. وأكدت التنسيقية في بلاغ لها أن خطوتها تأتي في سياق موقفها المبدئي الثابت والرافض بشكل مطلق لما وصفته بالمسار العبثي الذي اتخذته الحكومة بمعية وزارتها في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتعاملها غير المسؤول مع الاحتقان غير المسبوق في قطاع التعليم. منذ 5 أكتوبر 2023 ضد مرسوم النظام الأساسي المجحف وغير المنصف، وشدت الهيئة نفسها على رفض مخرجات أي حوار لا يستجيب لمطلبه السحب الفوري للنظام الأساسي المشؤوم وللمطالب العادلة لنساء ورجال التعليم، ويقصي التنسيقيات المناضلات والمستقلة الممثلة لهيئة التدريس وأطر الدعم في ميادين النضال مجددا. دعوة لأطر الدعم إلى مقاطعة المداومة خلال أيام العطلة البينية الثانية المقررة للتلاميذ من 4 إلى 10 دجنبر 2023. كما دعت التنسيقية كافة الأستاذات والأساتذة من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب وعموم نساء ورجال التعليم إلى تجسيد مسيرات الأقطاب الاحتجاجية المقررة صباح يوم الأربعاء 6 دجنبر الجار، والتعبئة المكثفة لإنجاحها ب4 مدن هي طنجة، فاس، مراكش، وأكادير. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي انسجاما مع صوت ونبض القواعد الأستاذية على المستوى الوطني المتشبثة باستقلاليتها وديمقراطية توصيات مجالسها، والمطالبة بالاستمرار في الخيار النضالي التصعيدي الوحدوي دفاعا عن جميع المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم.